هل لو احنا قلنا ككوره بس او فريق اول بس بيكسب ولا بيكسبش؟ فريق الكوره بس كل الرعايات دي عشان فريق الكوره اكيد. ما هو انت بيجي لك مرحله هي متغيره وانت بتزود اصولك شيء، وانت بتستقر وتبتدي تستثمر في اصولك اللي هي ايه؟ حركه اللعيبه. يعني احنا السنه دي عملنا ايه؟ لحد دلوقتي 2 لعيبه. 2 لعيبه جبتوا 2 لعيبه حتى الان، امام عاشور وفي لعيب ثالث هيخش عليهم بالكتير يعني. بس بالكتير اجنبي او محلي يعني، انت في صفقه ثالثه وخلاص. او يمكن لو لقيت حد لامع قوي تحت السن ممكن اجنبي. لكن اقصد انتوا في التارجت كصفقات بالكم صفقه الملحه الا ده مهاجم اكيد يعني. اللي هي الطلبات الملحه. لكن انت ممكن ينور لك حد يعني ممكن مثلا اقول انا عايز باك ليفت فاجيب ولد صغير اجنبي يشتغل معايا ويبقى بعد 2 3 باكنج للمكان هو كريستو جه كده بالطريقه دي الفكره بتاعت لكن لا عايز اقول لك حاجه تانية. انت ممكن انا بقول لك كده، لكن فجاه لمعت حاجه وفرصه جت مرعبه قدامك وتضيف لك اضافه جامده. مش معنى كده ان احنا بنقول هنجيب 3، احنا ما بنقولش هنجيب كام، احنا دلوقتي بنقول هنجيب اللي يعمل ابجريد او يطور الفريق. ده فكر الراجل ده. انا عايز الصفقه اللي تضيف فقط، اللي تاخدني لقدام. اوكي. لو عندي زيه لا خليني كده مهما كان. هو مش اسماء، وعنده معايير وطريقه في الاختيار تدرس. طب الكوره بتكسب او فريق الكوره بيكسب؟ ما اقدرش اجاوبك على السؤال ده النهارده. لوحده احيانا كسب وفي مراحل ما كسبش، وممكن تاني يعني الرعايات والبث الفضائي وكل كبير للكوره ما بتكسبش. انت مصاريفك بقت عامله ازاي دلوقتي؟ لا انا فاهم المصاريف يا استاذ محمد. بيجي لك لحظه يعني النهارده مثلا هو سعر الدولار فجاه ما يأثرش، يحول مكاسبك فجأة إلى نوع من أنا قصدي لأنك أنت اشتريت بكام، وبعدين نفس اللعيب ده لما تيجي تقيمه هيتحسب عليك بكام. في معايير ما أقدرش أجاوبك عليها يس اور نو، دي عايزة بقى المتخصصين الماليين يقول لك. لكن أقدر أقول لك إذا الأهلي توقف عن فكرة النمو الاقتصادي، لا هيبقى برضه شأنه شأن الأندية التانية. أسألك سؤال قبل الفاصل، أنتوا ملتزمين في سداد الرواتب للاعبين في مواعيدها والمكافآت؟ في مرحلة زي العالم كله، مرحلة كورونا ومرحلة ما بعدها بشوية وفي بداية الأزمة. حاليا الحمد لله يعني التزام كامل الحمد لله. مفيش حاجة اسمها تأخير الحمد لله. يعني او التاخير ايام يعني مش لا العادي يعني مفيش حاجه اسمها مثلا بقى له 6 شهور ما قبضش، بقى له 7 شهور ما قبضش، 8 لا شهور. ما اظنش ان عندنا دي مشكله خالص، واللي كنا سمعنا عنها يعني مفيش الكلام ده خالص. يعني دي اللي لازم يجاوبك عليها واحد زي خالد مرتجي امين الصندوق. لكن انا ما سمعتش عن مشكله ماليه جوه النادي. هو خالد مرتجي انا ما بسالوش في الحاجات دي، لان اول ما بتجيب سيره الفلوس بيتحول لا يا عايز اقول يعني يقعد بالليل في اوضه انا ما اقدرش اجاوبك فيه، مش هبقى عارف كل التفاصيل. عارف انت لما تقول لخالد مرتجي انك اشتريت لعيب هيتجنن، لكن قلت له بعت لعيب هيتبسط جدا. هينبسط واحنا احنا يعني عندي فتحي الفلوس. طب انت بالله عليك في احتراف في الدنيا ان الاتحاد كل سنه يفاجئك بنظام؟ لا ده لسه ده من ضمن الاسئله. يعني انت تتعاقد مع لعيبه، ده موضوع عايزين نتكلم فيه بتوسع شويه. يعني جاي له معاه طبعا موجود قدامي طبعا. خلينا بس اطلع الفاصل ده، نطلع وبعد الفاصل عندنا بقى حاجات سريعه وهنجاوب عليها اجابات سريعه، وبعد شويه ناخد من السوشيال بعض الاسئله. بس انت مشكلتك اللي بيخليهاش سريعه ايه؟ انك بتبقى عايز توصل لحاجه فبتفضل لاضم. لا انا عايز المشاهد لان في اصل بص انا عارف مشكلتنا، عارف انت عايز لا عارف مشكلتنا في الميديا ايه؟ الناس تاخد حاجات من على السطح، فاللي بيتفرج ما يبقاش مستوعب القضيه. الاهلي مستحوذ على الرعايه وفي النادي الفلاني الناس بتحاربه، خلاص بقت جمله. انا عايز اي واحد من الساده المشاهدين يسمع الكلام ويفكر معايا فيه بس. بقت الجمله عايمه ماشيه. اصل اشمعنى نجوم الاهلي بيجوا لهم كده كأن الراعي مثلا حد بيقول له ايه، لا روح بقى ما ترعاش في الكذا، روح اعمل. طب وانت لو قلت له هيسمع كلامك؟ لا والله لو انا وانت بتتكلم في مئات الملايين يعني ومليارات، هو في راعي هيجي يرمي فلوسه كده والسلام؟ مفيش الكلام ده. على السوشيال هيبقى في برضه اسئله برضه على البيج بتاعتنا على ETC TV، تقدروا تخشوا تكتبوا اسئله، لان المهندس عادل القيم طول معانا النهارده للساعه 2. انا عارفك انت. نطلع فاصل سريع ونرجع نتواصل مع حضراتكم.